بعد 10 سنين من رحلة البحر والعواصف الصعبة، أوديسيوس وصل أخيرا لأرض إيثاكا المتعبة. لكن البيت اللي كان بيحلم بيه طول السنين دي كان مليان ضيوف غرباء وسوء إدارة واضحة ومستفزة. كل الناس دي كانت فاكرة إن البطل أوديسيوس مات، ومفيش أي أمل لرجوعه تاني للأسرة. عشان يعرف الحقيقة كاملة وخطط الغرباء، قرر أوديسيوس يدخل القصر بزي متخفي بسيط ومجهول. لبس ملابس متواضعة جدا، وبقى يبدو كأنه مجرد شحاذ قديم وضعيف لا يثير الشكوك أبدا. بنظراته الحادة بدأ يراقب كل تصرف من تصرفات الضيوف الجشعين دول اللي نهبوا ممتلكاته. شاف بعينيه إنهم بيستهلكوا كل ثروته، وبيحاولوا يجبروا زوجته على الزواج بالقوة والتهديد. كان بيستنى اللحظة المناسبة، اللحظة اللي يقدر يرجع فيها قوته وسلطته المسلوبة من اللصوص. قلبه كان بيغلي من الغضب الشديد، لكن صبره كان هو سلاحه الوحيد والفعال للسيطرة على الموقف. اللحظة اللي هيظهر فيها أوديسيوس مش بس عشان يرجع لبيته المنهوب والمسروق، لا، هو هيرجع عشان يسترد كرامته، وقصته الحقيقية كبطل لم تنسى أبدا من الأساطير. يا ترى هيقدر يكشف عن هويته الحقيقية وينتقم من كل اللي خانوه وضيعوا مملكته؟